السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في قناتي على اليوتيوب، قناة لمسات حلوجية نيلية. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي أحسن الأحوال. وفيديو اليوم وصفة خفيفة ظريفة سهلة ومطلوبة بكثرة في قناتي، شوكولا الطلي أو شوكولا الدهن. وبما أنه رانا مقبلين على أبواب الدخول المدرسي، هذا واش تحتاجي لفطور الصباح أو قهوة العصر، لدهن الخبز أو لحشو مختلف المخبوزات، كما أنك تحتاجيها لمختلف الحلويات. فعلا وصفة ولا أروح، ناجحة 100% على طريقتي وبمقادير مضبوطة. وعلى قد ما نقولكم على بنتها قليل، فعلا بنتها عالمية، تعتبر كبديل للشوكولا الطالي كما مولفة تستعملي سواء الأوبتيلا أو النوتيلا أو شوكولا طالي ماكسو. وبلا ما ننساو شوكولا المارجل اللي راهي في العالمية ودايرة حالة، تعتبر بديل ولا أروع. وإذا كنت أول مرة تشوفي قناتي يسعدني انضمامك إلى عائلة لمسات حلوجية نيلية بالضغط على الجرس ليصلك كل جديد. ما تنسونيش يا غاليتي بالجام ليصل هذا المحتوى إلى أكبر عدد من المتابعين، وصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وكما راكم تشوفوا المقادير: كاس صغير صبوع حليب بودر، نصف كاس من الكاكاو، كاس ونصف من الماء، نصف كاس من الشوكولا، نصف كاس من السكر، وكاس صغير صبوع من الزيت. هذه المقادير المضبوطة. نمر مباشرة مع طريقة التحضير. تجيبي طاوة أو كاسرونة كما راكي تشوفي، درت فيها كأس ونصف من الماء، الماء بارد. الكاس المستعمل كاس 220 مليلتر. أضفت له نصف كاس من السكر، ونضيف له كاس غير صبع كما راكم تشوفوا من الحليب البودر. راح نخلط هذه المكونات بارد في بارد كما راكم تشوفوا، ونخلط مليح بالفوي. بعدها رايحة نضيف نصف كاس من الكاكاو، وكل ما كانت نوعية الكاكاو مليحة وجيدة كل ما كانت النتيجة أحسن وأحسن. كما تعرفوا الكاكاو تاع الميزان نستعمل تولي نوعية عادية في العجاف، في العجينة تاع الصابلي وغيرها. أما اللي نستعملهم في التحليات كما التيراميسو وهذا الوصفة ديما نستعمل النوعية تولي نوعية جيدة. نخلط مليح هذاك الكاكاو مع الحليب والماء حتى نتأكد بلي كامل هذيك الكتل تاع الكاكاو تحلت. بعدها رايحة نديها مباشرة فوق النار على نار تولي نار متوسطة، ونكمل نخلطها مليح كما راكم تشوفوا حتى تبدأ تغلي. وهذه المرحلة ضرورية في هذا النوع من الشوكولا تاع الطلي. كما راكم تشوفوا نخلط مليح لما تبدأ تغلي، رايحة نحام فوق النار. بعدها رايحة نمر للمرحلة الثانية. هنا حاولت نمد لكم هذا الوصفة أو هذه الطريقة للشوكولا الطلي بمقادير مضبوطة ورايحة تنجح معكم 100%. رايحة نضيف هنايا شوكولا بالحليب، وكل ما كانت نوعية الشوكولا بنينة كل ما كانت النتيجة أيضا أحسن وأحسن. هنا نخلط مليح حتى نذوب هذيك الشوكولا. تقريبا الشوكولا ديك استعملت 200 غرام، وتروحي حتى 250 غرام. أنا هذه المرحلة تقدري تستغني عليها، أنا هنا فقط درتها هنا به ثم تبرد كما راكم تلاحظوا. خليتها واحد الساعة حتى انبردت. كما راكم تلاحظوا هذا هو القوام اللي نتحصل عليه. وهنا نمر للمرحلة الثالثة في تحضير شوكولا الطلي، وباه تنجحوا فيها 100% لازم تتبعوا كامل هذه المراحل. هذا هو القوام اللي نتحصل عليه، ونديرها في هذا الإناء باه تسهل عليا الخدمة بالبرا. أنا استعملت هنا كاس غير صبع من الزيت. وما ننساوش هذه الإضافة اللي هي لاروم أو العطر تاع البندق، يزيد يعطيها نفس البنة تاع الشوكولا الطلي اللي تباع برا. ونبدأ هنايا نميكسي فيه، نضربها بالبرا ميكسور بهذه الطريقة كما نستخدم أو كما نصنع المايونيز. ونبدأ نضيف الزيت تدريجيا بهذه الطريقة. نكمل كامل كمية الزيت بشوي بشوي، في كل مرة نضيف دفعة ونخلط بالبرا ميكسور. وهنا تبقى كمية الزيت اختيارية، تقدري ديري فقط نصف كاس من الزيت، تقدري ديري كاس إلا ربع أو كاس غير صبع.
اما كما شفتوا هنا انا مديت لكم المقادير المضبوطه. هنا بعد ما كملت كامل الكميه تاع الزيت، هذا هو القوام اللي نتحصل عليه. وكما راكم تشوفوا هنا رايحه نوزن معاكم الكميه اللي نتحصل عليها من شوكولا الطالي. وكما راكم تشوفوا القوام تاعها هذا قبل ما نخليها في الثلاجه تبرد. وكل ما خليتها قعدت او ريحت اكثر واكثر كل ما زادت ثقالت. انا كل كاس او كل اناء من هذونا وزن لي 360 غرام، في المجموع تقريبا 720 غرام من شوكولا الطالي. وهذه الوصفه ديريها وعينيك مغمضين، ناجحه 100%. واذا ما قلت لهمش بلي خادمتها في الدار مش رايحين يفرقوا بلي راكي، مش راح يولي كاين فرق باين بينها وبين اللي موالفه تشريها من برا، مش رايحين يفرقوا بيناتهم نهائيا. وانا نستعملها خاصه في البريوش. وهذه تعتبر من أولى الوصفات اللي رايحة نشارككم بها إن شاء الله الدخول المدرسي. وشاركوني في التعليقات قاعدين واش راكم حابين وصفات نشاركها معاكم لفطور الصباح أو للمجة تاع الأطفال يدوها معاهم للمدرسة. كما راكم تشوفوا هنا وزنت لكم كامل الكمية، وكما قلت لكم قطعت لي تقريبا 720 غرام من الشوكولا تاع الطري. وهنا خليتها 3 سوايع تقريبا. كل ما خليتوها في الثلاجة أكثر وأكثر كل ما زادت ثقالت. وكما راكم تشوفوا هذا هو القوام بعد 3 سوايع، يجي القوام تاعها ولا أروع، تجي حاكمة روحها ونفس القوام تاع الشوكولا تاع الطي تشريها من برا. وبنتها كما اللي تشريها من برا. شوكولا الطلا صنع منزلي ناجحة 100%، أحسن شوكولا ممكن تجربيها وما تزيديش تشريها من برا على ضمانتي. أكيد رايحة نشارك معاكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. كاين وصفات اقتصادية للمشاريع. رايحين نبداو موسم حافل بالنجاح ليا وليكم، وخاصة للمبتدئات واللي حابين يتعلموا مختلف أنواع الحلويات. هنا مع قناة لمسات حلوجية نيلية رايحة إن شاء الله تلقي كامل الأسرار. فقط ما تنسونيش بالجام والبارطاج، ما تنسوش أنكم تشجعوني بتعليقاتكم المحفزة. إن شاء الله وصفة اليوم تولي نالت إعجابكم، ولازم هذه الوصفة تجربوها لوليداتكم خاصة مع الدخول المدرسي. وتحية وسلام للجميع.